بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هخليك تعدل السي في ده، هسيبه في لينك تقدر تحمله منه، وهخليك تعدل فيه بحيث ان انت تقدر تنشره على فيسبوك، لينكد ان، اي مواقع تواصل اجتماعي او اي مواقع عمل. ماشي. فلنبدا مثلا بالاسم. هتضغط هنا وليكن مثلا هتكتب مثلا وليكن اسمك مثلا محمد مثلا. يفضل انك تكتب اسمك ثلاثي. ماشي. مثلا بلد انت منها، القاهره مصر. تعالى رقم التليفون ده اللي هيبقى فيه تركية بسيطه. وليكن مثلا انا عاوز اكتب كود البلد. لو جيت اكتب كود بلدي اللي هي بلس 2010 مثلا، شويه الصور هتلاقي بلس ما اتحركتش قدام الاتنين. طب اعمل ايه في الحوار ده؟ هحذف ده كله، اكتب مثلا 2010 شويه اصفار وخلاص، احط بلس اتعاملت مع بلس. ماشي. بالنسبه للايميل سهل انك تعمل ايميل. وليكن مثلا انا عندي لينكد ان، تحطه هنا مثلا. فلنفرض مثلا ان انت عندك لينكد ان، تحطه هنا. عندك مثلا يوتيوب، قناه يوتيوب برضه تحطها هنا في المكان ده. انا سايب المكان ده فاضي بحيث انك تعمل فيه اللي انت عاوز تعمله. www مثلا www دوت مثلا ان يكن بقى، مش في دماغي حاجه. وتحت برضو بنفس الفكره ده هتبقى مثلا لينكد ان، درايف، اي حاجه من اعمالك كده تكون ايه، عباره عن فيديوهات تحطها في لينك. ماشي جميل. تعال هنا على الصوره، هتضغط على الصوره هتلاقي ان الصوره متاحه انك تحركها في اي مكان. ماشي. هتضغط كليك يمين، تشينج بيكتشر فروم فايل. ولكن مثلا انت هتجيب الصوره الشخصيه بتاعتك. انا هاخد اللوجو ده اعمله هنا، على هنا مثلا بيكتشر فورمات. طبعا ممكن تغيره من هنا مثلا. بقول لك على حاجه، تشينج بيكتشر فروم فايل وماله هضغط عليه هنا، كانت فينا ريسيت هنا. كليك عليه كده، ولكن نختار ده زي الفل كده، ريسيت بيكتشر. انا كده ايه هظبط بس الريسيت بتاعها، عايزه تبقى كده بس. ماشي. طبعا ده هتبقى الصوره بتاعتك. طبعا المعلومات الشخصيه سهله. تاريخ الميلاد، تعرف تاريخ الميلاد. بالنسبه لتاريخ ميلادك مثلا، لو جيت ان انت تعمل تاريخ الميلاد مثلا، وكانت اللغه عندك لغه انجليزيه مثلا، وليكن انت مواليد 20/4 سنه 2000 مثلا، هتلاقي ان هي اتكتبت كده. طب لو انا عاوز اعدلها، هتحذف ده كله وتغير اللغه العربي، كنترول الت شيفت 20 مثلا 4 سنه 2000 مثلا. الحالة الاجتماعية طبعا دي حاجة خاصة بيك. هنا برضو المؤهلات الدراسية بتاعتك، السنة اللي انت مثلا اتخرجت فيها دور مايو، مشروع تخرجك، الجامعة، البلد، هكذا لحد كل حاجة سهلة. البرامج مثلا اللي انت عملت عليها والكورسات والخبرات برضو تضيفها. تعالى للحاجة المهمة اللي انا جاي هنا عليها. فلنفرض مثلا ان انت عاوز تضيف شغلك. انا سايب الصور ديت بحيث انك تقدر تعدل فيها. هتضغط هنا اسمها ايه، كليك يمين، تشينج بيكتشر فروم فايل، نفس الفكرة. تعالى هنا مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا مثلا بيكتشر، كان ايه الصور هنا. تعالى مثلا المبنى ده كده، هنا كده. تبدأ تعمل هنا شغلك، تبدأ بقى تظبط الدنيا هكذا. طيب فلنفرض مثلا ان انت عاوز تعدل في الصورة دي، عايز تقصها، هتعملها ازاي؟ كنترول مع سكرول عشان ايه، نكبر ونصغر. هتضغط على الصورة، دبل كليك، وهتيجي هنا كروب، اضغط على كروب هنا. هتلاقي في هنا علامات سمراء ظهرت. تعالى هنا العلامة السمراء دي، اقطع. برضو بنفس الفكرة، برضو من هنا نفس الفكرة، برضو من هنا. اضغط في اي مكان فاضي، علم على الصورة تاني، كبر. ماشي جميل. طيب عايز ازود عدد صفحات، هتضغط هنا في اي مكان فاضي، تضغط انتر. هتبدأ الصورة تنزل تحت كده، انت زودت لك شوية صفحات حلوين. ونفس الفكرة هنطلع فوق، تطلع الصورة ديت كنترول وشد، هتعمل منها زي نظام كوبير، كبيرتها. طيب نعيدها تاني، هضغط كنترول واضغط على الصورة وشدها تحت. جميل. ونفس الفكرة، تشينج بيكتشر فروم فايل، وليكن مثلا الصورة ديت اتغيرت هنا اهي. دبل كليك على الصورة، عايز تقطع الصورة، كروب، تبدأ مثلا تصغرها من فوق كده، تظبط الصورة هكذا. في مكان فاضي، طلعها فوق، ابدأ عدل. طيب فلنفرض مثلا لا، انا عاوز ان انا اللي انزل الصورة بايدي. الموضوع سهل جدا وبسيط. على اي صفحة فاضية هنا كده، وليكن مثلا
هنقف هنا كده في الصفحة هنا، هتيجي هنا على insert picture، أي صورة، ولكن هاخد الصورة دي مثلا، أعمل insert. هتيجي تحرك الصورة مش هتتحرك معاك، مش زي ما أنا بعملها. كل اللي عليك هتضغط عليها هنا، هتلاقي في حاجة اسمها إيه؟ دبل كليك على الصورة، هتدخلك على picture format wrap text، اضغط عليها هتلاقي هنا in front of text بس، والصورة هتقبلها إن هي بتتحرك معاك. ونفس الفكرة برضو، دبل كليك عليها هتروح على كروب، تبدأ تظبط الصورة مثلا من هنا شوية وهكذا. ضغط في مكان فاضي تقدر إنك تحرك الصورة. تعالى تاني نعملها كروب من هنا كده برضو شوية، هنا برضو أي مكان فاضي اضغط عليه، كبر بقى الصورة زي ما أنت عاوز وبراحتك. طبعا هحذف الحاجات ديت، وبكده أكون خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة في كنترول وتشد وخلاص وريح دماغك، وشكرا.